سيدنا موسى لما جه يوصف لربنا سيدنا هارون قال له وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فأنا يعني لو شفته مني خير فهيكون السبب الكبير قوي قوي لأختي دكتور ياسمين محمد. ودي يعني مفاجأة فيديو النهاردة ولأول مرة. وبصراحة يعني تقريبا ده أفضل فيديو أنا هعمله عشان هي معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عندي عارفين أنا مين، بس ما يعرفوش يعني ممكن السبب اللي ورايا الكبير بعد ربنا. ياسمين أختي عايزاها النهاردة تكلمني. يا ياسمين أولا يعني سلمي عليهم. السلام عليكم. عايزاكي تكلميني النهاردة لو أنا عايزة أكون قريبة جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ايه المفروض الحاجة اللي هي قوية جدا تخليني فعلا أبقى قريبة من الرسول يوم القيامة؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة إن إحنا الفيديو ده مراد بيه حقيقة حسنات. أولا وأخيرا، شوفي يا ملك، إحنا عندنا كان الشيخ في درس بيفسر فيه سورة الحجرات، فكان بيقول إن إحنا عمرنا ما في يوم المسلمين في العصر ده هنقدر نوصل حتى لربع اللي الصحابة كانوا بيعملوه. رضي الله عنه. كل الصحابة، سيدنا محمد من الأول والصحابة والنساء والرجال، كان ليهم في العبادات حاجات الإنسان لما يسمعها دلوقتي يستغرب هما إزاي كان في ناس بيعملوا حاجات زي دي. مرة كان سيدنا أبو بكر أنفق كل ماله مرة واحدة في يوم بصدقة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيتنافس معاه فأنفق نص ماله. فلما راحوا لسيدنا محمد فكان بقى سيدنا محمد بيسألهم، فسيدنا عمر رد عليه قال له: أنا أنفقت نص مالي. فأنا ما افتكرش يعني إن في حد عمل زي النهاردة. ده في سياق الكلام مش بالمعنى الحرفي أو مش بالمعنى اللي اتقال بالظبط. فسيدنا أبو بكر رد: أنا أنفقت مالي كله، فاللي هو سبقتني مرة أخرى يا أبا بكر. الفكرة إن الناس دي كانت عظيمة جدا جدا جدا، لدرجة كانوا بيعملوا حاجات إحنا فعلا بنستغربها لما نسمعها. طيب بما إننا بقى مسلمين في العصر ده في الأساسيات قوي، يعني بنحاول قدر الإمكان أصلا إن إحنا نحافظ على الأركان الخمسة. طيب نعمل إيه؟ هل في طريق أقصر بما إننا عمرنا ما في يوم هنوصل لربع العبادة اللي كان صحابي من الصحابة بيعملها؟ والله سيدنا محمد ما سابناش كده إيدينا فاضية، لا إدانا حاجة. قال لنا إيه بقى؟ معنى الحديث إن أقرب حد ليكم مجلسا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله. طيب، حسن الخلق. حسن الخلق الأيام دي الحقيقة إن هو بقى صعب، والحقيقة إن هو عشان أوصل لدرجة حسن الخلق اللي تقعدني جنب سيدنا محمد صعبة بس مش مستحيلة. بما إن طريق العبادات طريق طويل جدا، وأنا قلت إن أنا مش هعرف أوصل لربع اللي كانوا بيعملوه، حاول أوصل من طريق أقصر. إيه الطريق الأقصر؟ حسن الخلق. طيب، حسن الخلق عشان أعمله في العصر ده إحنا عبارة عن input output. بمعنى إنه الحاجات اللي أنا بسمعها، الحاجات اللي أنا بشوفها، الحاجات اللي أنا بتعامل معاها يوميا، دي حاجات بتدخل عقلي وبتدخل قلبي. أوكي؟ طيب، بتخرج عن طريق لساني. لساني هو أول indication عن أخلاقي. لو حد ما يعرفنيش أول مرة هتعامل مع أي حد، لساني هو هيبين له جزء من أخلاقي ولو بسيط. فأعمل إيه؟ الحل النهائي: خد بالك كويس قوي الحاجات اللي بتسمعها، الحاجات اللي بتشوفها، الحاجات اللي انت متعايش معاها. خد بالك من لسانك كويس قوي قوي قوي. لان في جملة حلوة بتقول، انا ما كنتش فاهمها لحد اعدادي، يعني أنا كنت باخدها في كتاب الخط بتاع اللغة العربية او يعني في اللغة العربية في المادة. فكانت بتقول: لسانك حصانك، ان صنت صانك وان خنت خانك. بمعنى لو صنت لسانك يعني بدأت تتكلم كلمة طيبة، كلامك ما فيهوش ألفاظ مش كويسة،
الحاجات اللي بتقولها طيبة على السمع اللي قدامك وأثرها طيب في قلبه، ما بتقولش كلام يزعل اللي قدامك وتبقى قصده. بتحاول على قد ما تقدر يكون اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم بالمعنى الحرفي حرفيا، بس مش مش لحد الجن، للناس. اللهم اجعل الإنس كلامنا ليا خفيف على يعني. الناس. فكل الفكرة حافظ على اللي انت بتدخله جواك، علشان اللي هيطلع منك بيقول انت مين. دايما دايما لما كنا في المدارس وفي الكليات كانوا بيقولوا لنا كنا هي لسه في الكلية. يعني انا يعتبر متخرجة. طيب المدرسين الدكاترة كانوا بيقولوا ايه؟ انت بتعبر عن بيئتك، انت بتعبر عن بيتك اللي انت خارج منه، انت بتعبر عن اهلك. فحرام يعني يبقى اهلك تعبانين وفي الاخر انت علشان يعني سمعت كلمة من هنا ولا من هنا، او استخسرت في نفسك وفي قلبك وفي عقلك ان انت تسمع كلام يفيدك بدل الهلس، ان انت حد يقول على اهلك كلمة مش لطيفة. طيب، هل معنى ان انا بتكلم عن حسن الخلق ان اللي قدامكم دي خلاص يعني واصله للماكسيمم ليفل في انه حسن الخلق، او ان اخلاقها يعني تمام ومفيش غبار عليها؟ الحقيقه والله احنا ماشيين بستر ربنا. مش معنى ان انا بتكلم عن حاجه ان انا بيرفكت. كل الفكره ان احنا بنحاول. انا انسانه مسلمه بتحاول، واختي كمان كده. بإذن بس الله. هي الأخلاق هي عبادة. يعني انت لما بتكون مؤدب محترم مع الناس، انت قبل ما بتعامل الناس انت بتعامل ربنا، ده أول حاجة. فهي الأخلاق عبادة، عبادة لربنا. فأي حاجة بتظهر منك سواء مع حد أجنبي عنك، ومعنى أجنبي ده يعني غريب عنك، بتعبر انت مين، بتعبر الشخص ده هيتعامل مع مين اللي قدامك. وما لقيتش احسن من ياسمين ان هي توصف الوصف ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.